السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب ثيرد جريد preparatory 3 ثالثة إعدادي. النهارده إن شاء الله يا جماعة إحنا هنعمل مراجعة جامدة جدا لمراجعة ليلة الامتحان فيها أهم النقط المتوقعة في الامتحان. فأتمنى إن إحنا نقعد نركز علشان في تريكات هي دي اللي ممكن فيها بتفرق ما بين ايه سؤال وسؤال، او طالب مثلا ايه عايز يجيب الفول مارك، فبالتالي في نقط مهمة كده لازم يركز فيها. واحنا هنا هنركز على اهم التريكات، الحاجات المتوقعه ان شاء الله في امتحان الساينس ثالثه اعدادي. تعالوا نبتدي كده. هنبتدي الاول بشويه اسئله ساينتفك تيرم، بحيث ان احنا نراجع اهم الديفينيشنز والحاجات اللي موجوده عندنا في المنهج. واحنا طبعا عارفين ان الامتحان شكله هيبقى مختلف شويه عن الترم الاولاني وعن السنين اللي فاتت، لان الامتحان هيبقى حوالي 30% منه اسئله موضوعيه و70% منه اسئله مقاليه. يعني هنلاقي بقى في give reason، في what happened، في definitions، في compare. فتعالوا نبتدي نركز كده ونراجع على الديفينيشنز كلها والحاجات اللي موجوده بشكل ساينتفك تيرم، وبعد كده كمان نراجع على اهم التريكات والمسائل بتاعت بقى الالكتريستي وبتاعت الهيريديتري وكل حاجه بقى، والهرمونز والحاجات دي كلها. طيب اول سؤال عندنا هنبتدي طبعا شويه ساينتفك تيرم كده نراجع بيهم ونفتكر كل حاجه. They are reactions in which a double displacement between the ions of two compounds to form two new compounds. ايه الرياكشنز اللي بيحصل فيها دبل المفروض ريبليسمنت او دبل ديسبليسمنت؟ هو اصلا السؤال في الاجابه. يعني احنا مجرد لما بنلاقي في بقى سبستيتيوشن واحد، تبديل واحد، او ريبليسمنت واحد، يبقى ده سمبل. طب في اتنين، قال لك في هنا عندنا دبل، يبقى ده مين؟ يبقى ده كده اكيد دبل سبستيتيوشن رياكشن. يبقى اول اجابه عندنا هتكون دبل سبستيتيوشن. طيب يبقى اول اجابه عندنا في دبل سبستيتيوشن رياكشن. طيب سؤال تاني. it is a reaction between acid and base to form salt and water. طبعا رياكشن ما بين اسيد وبيز او اسيد والكلاي، ده اللي هو خدناه مين؟ النيوتراليزيشن رياكشن، وده واحد من اشكال الدبل سبستيتيوشن. يعني طبعا اسيد والكلاي يديني سولت ووتر، يبقى ده خلاص عارفين ان هو ايه؟ نيوتراليزيشن رياكشن. ماشي. السؤال الثالث. the change in concentration of reactant and the product in unit time. طبعا مجرد لا تشينج تغير في حاجه في unit time في الثانيه الواحده، يبقى ده اكيد ايه؟ سبيد، سرعه. هنا مين اللي بيتغير؟ طبعا الكونسنتريشن بتاعت الرياكتنت والبرودكت، يبقى خلاص ده معروف اللي هو مين؟ اللي هو speed of chemical reaction. طيب جميل. نخش على question number 4. بيقول لي it is a substance that changes the rate of chemical reaction without sharing in it or being used up. طبعا الحاجه اللي هي بتسرع التفاعل من غير ما بتشارك ومن غير ما بتستهلك، ده مين؟ ده عندنا الكاتاليست. طيب بيقول لي هنا metals are used in the catalytic converter as catalytic substance to treat harmful gases emitted from car engine. وده واحد يمكن من الاسئله اللي ناس كتير قوي ممكن تكون بتنساه. طبعا احنا عندنا في حاجه اسمها كاتاليتيك كونفرتر، دي اللي بنحطها في الكارز عشان تعمل تريتمنت للهارمفول جازز وتحولها لحاجات ليس هارمفول. طيب ايه بقى الميتالز اللي احنا بنحطها؟ احنا بنسميها اكسبنسيف ميتالز، معادن غاليه زي البلاتينيوم وزي البلاديوم وزي وزي الإيريديوم. فاحنا هنا هنقوم كاتبين اكسبنسيف ميتالز. وممكن كمان نكتب بتوين براكتس كده اللي هو البلاتينم، وعندنا البلاديوم، وعندنا كمان واحد ثالث اللي هو الإيريديوم. طيب السؤال اللي بعده. The substance that is used to polish silver or any decorative pieces made of chrome or copper. مين الحاجة برضو اللي خدناها كده كلايف ابلكيشن بنستخدمها في التلميع؟ ده مادة برضو ممكن نكون ناسيينها، بس هي مين؟ الصوديوم باي كربونيت. وناخد بالنا من كلمة باي كربونيت. صوديوم باي كربونيت اللي هو لو احنا عايزين نكتب الكيميكال فورمولا بتاعته هيبقى NaHCO3. دي طبعا الباي كربونيت، لو كربونيت بس يبقى Na2CO3. طيب نمبر 7 بيقول لي it is a flow of electric negative charge through a material conducting
طبعا الكتريستي لما يجي يحصل فلو يمشي الالكتريك تشارج الشحنات الكهربيه، يبقى ده احنا عارفين ان هو ايه؟ الكتريك كارنت. خلاص الكهرباء هتمشي في اي سلك يبقى ده اسمه ايه؟ الكتريك كارنت. وبنفرق ده مش الكتريك سيركت، مش الدايره، كلمه سيركت معناها اللي هو الباث وير ذا الكتريك كارنت فلو، لكن هنا لما يقول لي فلو اوف الكتريك نيجاتيف تشارجز يبقى ده هيكون الكتريك كارنت. طيب السؤال اللي بعده it is a state. السؤال ده بقى مهم جدا ولازم يا شباب نركز فيه عشان احيانا في ناس بتلخبط فيه. state لما يقول لي حاله الكوندكتور that show the transfer of electricity from to or it او to or from it when it's connected to another conductor، هنا حاله السلك الحاله بتاعته اللي بتوضح لي لما انا اجي اوصل له سلك تاني الكهرباء هتمشي منه ولا ليه، يبقى ده اسمه ايه؟ electric potential of a conductor. الطاقه اللي متخزنه في السلك electric potential of a conductor من غير كلمه difference. يعني لما اجي الاقي state يبقى احط ده مين؟ electric potential of a conductor. طيب لو جه بقى قال لي الورك دان، طب الشغل اللي هيتبذل to transfer a quantity of a charge between two ends of this conductor، هو ده اللي هنقول فيه ايه؟ potential difference. لازم هنا احط كلمه difference between two terminals of a conductor. يبقى هنا يا جماعه هنقول electric potential of a conductor بس، هنا هنقول electric potential difference لما يجي يقول لي بقى خلاص انا وصلت سلكين مع بعض وده فيه electric potential والسلك الثاني فيه electric potential ثاني، فلما اجي اوصلهم على حسب الديفرنس الفرق اللي ما بينهم هيحصل فلو للالكتريك تشارجز بفولتج بقوه معينه بورك دان معين، يبقى ساعتها هنا اللي هيحدد لي القوه اللي هتمشي بيها التشارجز اقول الكتريك بوتنشال ديفرنس. نركز في النقطه دي يا شباب. نمبر 10 بيقول لي the electric potential difference between two poles of a battery when the electric circuit is open، يعني هنا معناها ان no current passes، مفيش اي كهرباء هتمشي. طبعا هنا لما نحط الفولت ميتر اللي بيقيس الالكتريك بوتنشال ديفرنس بس هنوصله ما بين التو بولز اوف باتري والدايره تبقى مفتوحه، خلاص كده كده الدايره مفتوحه مفيش كهرباء هتمشي، يبقى هو كانه متوصل بالتو بولز بتاعت الباتري، فكده بيقيس قوه البطاريه، ودي اللي احنا سميناها الكترو موتيف فورس. الكترو موتيف فورس اللي هي اختصرناها كده باي ام اف، الكترو موتيف فورس. طيب 11 the opposition او obstruction that the electric current faces during its movement. ايه بقى الاعتراض او الرخامه او الحاجه اللي بتواجهها الكهرباء وهي ماشيه في السلك؟ يبقى ده قلنا ان هو الالكتريك ريزيستنس. الكتريك ريزيستنس، وناخد بالنا عشان الريزيستنس دي كان ليها كذا ديفينيشن. ممكن لما يقول لي هنا الاوبستراكشن اللي بتواجه الكهرباء وهي ماشيه الكتريك ريزيستنس، ممكن يقول لي برضو الريشيو ما بين البوتنشال ديفرنس والالكتريك كارنت انتنسيتي باسنج ثرو كوندكتور، برضو ده هيكون ايه؟ برضو الكتريك ريزيستنس اوف ا كوندكتور. كأن هنا المفروض انا بعملها كانها ايكويشن ماث، يعني كاني بحلها. هو بيقول لي ريشيو، اول لما يقول لي ريشيو كاني بعمل ديفايد الحاجه الاولى ديفايد الحاجه الثانيه، يعني البوتنشال ديفرنس اللي هو في والكرنت انتنسيتي اي الريشيو ما بينهم ده ديفايد ده يديني فعلا مين؟ الريزيستنس. يبقى الريزيستنس ليه اثنين ديفينيشن، لما يقول لي الاوبوزيشن ذات ذا الكتريك كارنت فيسز الكتريك ريزيستنس، لما يقول لي برضو الريشيو ما بين البوتنشال ديفرنس والكرنت انتنسيتي ده برضه هيكون مين؟ electric resistance of a conductor. تمام. بعد كده question 13 بيقول لي it is done by connecting the positive poles of all cells together and connecting negative poles of all cells together. يعني هوصل كل البوزيتيف بول ببعضه والنيجاتيف ببعضه. يعني انا لو رسمت كده كذا سيل تحت بعض اهو، ده بوزيتيف وده بوزيتيف ونيجاتيف ونيجاتيف، وجيت وصلت البوزيتيف بالبوزيتيف والنيجاتيف بالنيجاتيف، يبقى دي طريقه اسمها ايه؟ باراليل كونكشن. طيب لو جه قال لي بقى احنا وصلنا الديفرنت بولز، يعني وصلت بوزيتيف مع نيجاتيف ونيجاتيف مع بوزيتيف، يبقى ده كده ايه؟ سيريس كونكشن. فناخد بالنا هنا لو بوزيتيف مع بوزيتيف يبقى ده كده ايه؟ باراليل، نيجاتيف مع بوزيتيف مختلفين يبقى ده سيريس ايه؟ كونكشن. طيب السؤال اللي بعده
بيقول لي هنا the spontaneous conversion of the atoms nuclei of some elements that are present in nature in an attempt to achieve more stable composition. ال spontaneous conversion او لما يقول لي spontaneous decay يعني التحلل التلقائي لبعض الاليمنتس الطبيعيه اللي موجوده في النيتشر عشان خاطر ان هي توصل للمور ستيبل كومبوزيشن. يعني الاتومز بتبقى انستيبل مش مستقره فيها اكسس انرجي، بتخرج الطاقه الزياده ازاي؟ بتخرجها بشكل راديشنز اشعه عشان تهدى وتبقى ستيبل زي اليورانيوم. طيب الحاجات دي بقى كلها ان هي تخرج راديشن دي سميناها راديو اكتيفيتي فينومينا. راديو اكتيفيتي فينومينا. وممكن كمان اقول ان دي ايه بقى؟ ناتشورال راديو اكتيفيتي فينومينا. طبعا دي حاجه طبيعيه عشان كان في عندنا ايه؟ ارتفيشال، في عندنا صناعي، اللي هو بقى لما يجي يقول لي احنا هنعمل نيوكلير رياكشنز تفاعلات نوويه في بعض الاليمنت وبالتالي ممكن ناخد منها انرجي بقى كان بي كنترولد او كانوت بي كنترولد، يبقى ده ارتفيشال راديو اكتيفيتي. طيب 15 بيقول لي they are elements whose atoms and nuclei contain number of neutrons more than number required for its stability. اللي عنده نيوترونز زياده، اللي عنده نيوترونز زياده خلاص يبقى ده unstable. فمين هم الانستيبل؟ بنسميهم radioactive elements. radioactive elements. اللي بعده they change the chemical energy into electrical energy. مين اللي بيحول الكيميكال انرجي لالكتريكال انرجي؟ من كيمياء لكهرباء. دي طبعا انواع من الباتريز او المفروض بقى انواع من الالكتريك سورسز. في خدنا دايركت طبعا كارنت اللي هو جاي من الدراي سيل، وفي alternating كارنت اللي هو جاي منين؟ من الداينامو او الجنريتور. مين بقى اللي بيحول من كيميكال لالكتريك؟ طبعا دي اللي هي الالكتروكيميكال سيلز. كيميكال سيلز. ونفتكر كده على طول ان هي اهو الكتروكيميكال يعني كانها بتجيب كهرباء من كيميكال ايه انرجي. الثاني الجنريتور او الداينامو كان من ميكانيكال او كاينيتيك يديني مين؟ يديني الكتريكال انرجي. ماشي. نمبر 17 they are represented in the natural radiation sources found on the surface of Earth and in the cosmic radiation that comes from outer space. ايه بقى الحاجات اللي هي تعتبر ناتشورال راديشن؟ يعني راديشنز طبيعيه. المفروض مصادر قال لك فاوند ممكن تبقى موجوده في الارثز اند وكمان في الارثز كراست، زي مثلا الحاجات اللي هي الطبيعيه اليورانيوم، الحاجات دي كلها موجوده في الارض. وفي كمان عندي شويه كوزميك راديشن جايه من الاوتر سبيس. دي كلها برضو هتلاقي الاجابه في السؤال. دي هتبقى اسمها اللي هي تعتبر عندنا ناتشورال سورسز of radioactivity phenomena. يعني هنقول ان هي حاجات ايه؟ طبيعيه. كان عندنا في ناتشورال وفي عندنا كمان حاجات ايه؟ حاجات اللي هي تعتبر الارتفيشال او الحاجات اللي هي ايه؟ الطبيعيه. خلاص كان في طبيعيه وفي صناعيه. دي طبعا الحاجات اللي هي اصلا جايه منين؟ جايه من الراديشنز. والمفروض ان عندنا الحاجات دي لما بتزيد قلنا دي بيعمل حاجه اسمها ايه؟ راديشن بولوشن. يعني الراديشن بولوشن التلوث ده احنا اصلا خدناه يا اما في حاجات طبيعيه اصلا موجوده عندنا في النيتشر او في حاجات ايه؟ المفروض الانسان عاملها. يعني هي دي كمان لما نيجي نتكلم على الناتشورال سورسز بتاعت الراديو اكتيفيتي فينومنا ممكن نقول كمان ان هي ايه؟ راديشن بولوشن. ده برضو راديشن يعتبر ايه؟ بوليوشن، تلوث. خلاص اتفقنا؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لي they are due to the result of explosion of nuclear bombs that some countries experiment every once in a while. يعني ايه بقى الحاجات اللي هي المفروض بتحصل بسبب النيوكليار بومبس، بسبب القنابل الذريه؟ دي برضو تعتبر من الايه؟ الحاجات البوليوشن، الراديشن بوليوشن، بس اللي جاي من ايه؟ من حاجات ارتفيشال احنا اللي كنا عاملينها كبني ادمين. يبقى هنا برضو هنقول نفس الفكره ان ده يعتبر ايه؟ الراديشن او بوليوشن، بس هنقوم مزودين ايه بقى؟ of artificial sources، من حاجات صناعيه.
ماشي. طيب السؤال اللي بعديه they are atoms that contain same numbers of protons and different in number of neutrons. مين الحاجات بقى اللي عندها نفس عدد البروتونز او الاتوميك نمبر مختلفين في الماس نمبر اللي فوق او عدد النيوترونز؟ زي ما كنا عارفين في H11 في H12 في H13 دول كلهم عندهم نفس البروتونز لكن مختلفين في النيوترونز، فدول بسميهم ايزوتوبس. ماشي. بعد كده number 20 a part of the body produces red blood cells and affected by radiation. مين بقى الفيرست بارت which is affected by radiation؟ طبعا الافكتد بقى اللي هو الافكت نتيجه للاكسبوجر للارج دوزج اوف راديشن فور ا شورت تايم. اول حاجه بتتاثر قلنا مين؟ البون مارو. ايه وظيفه البون مارو؟ ان هي بتخرج مين؟ الريد بلاد سيلز. يبقى هنا قال لك الجزء من الجسم اللي هو بيطلع الريد بلاد سيلز وبيتاثر بالراديشن البون مارو. طيب وطبعا كان حاجات تانية بتتاثر زي بيحصل دامج للسبلين ودامج للنيرفس سيستم ودامج كمان للدايجستيف سيستم. كل ده نتيجه للاكسبوجر للارج دوزج بس في شورت بيريود اوف ايه؟ اوف تايم. طيب لكن لما يقول لي the changes that appear on living being as a result of exposure to radiation، في تغيرات بقى بتظهر اول لما نشوف حاجات بتظهر على الكائنات الحيه دي بنسميها ايه؟ physical changes of radiation. علشان طبعا احنا كنا بناخد بقى الافكت اوف اكسبوجر بس السمول دوزج اوف راديشن فور ا لونج تايم كان بيعمل 3 افكتس او عندنا افكتس بس اهم حاجه فيهم كان في عندنا فيزيكال افكتس او فيزيكال تشينجز وفي عندنا كمان سيلولر وفي كمان عندنا جيناتكس. يعني الفيزيكال لما يقول لي ايه؟ حاجات بتظهر على الجسم زي السكين كانسر، وفي جيناتيك وراثيه لما يقول لي تشينج في السكس كروموزومز كومبوزيشن وده بيعمل ابنورمال بيرسي يدي اطفال مش طبيعيه ده جيناتيك. وفي بقى سيلولر لما يقول لي تشينج في السيل كومبوزيشن تكون السيل نفسها اتغير. وهنا كان في نقطه اللي هي بتاعه الهيموجلوبين. المفروض الهيموجلوبين ده اللي بيشيل الاكسجين، لو اتغير الكيميكال كومبوزيشن بتاعه مش هيقدر يشيل الاكسجين يعني becomes incapable of ايه؟ carrying oxygen. طيب بعد كده يقول لي the appearance of dominant trait in the individuals of first generation when two individuals are crossed one of them carries a pure trait contrasting the trait carried by other individual. اول لما اشوف appearance ظهور الدومينانت تريت في الانديفيديوال بتاع الفيرست جنريشن ده ايه بقى؟ المفروض ان هو بنسميه كده خدوا بالكم كان عندنا في اليونت ده في 3 ديفينيشنز. اول واحد اللي هو ده اللي هو البرنسبل اوف كومبليت دومينانس التسيد الكامل. يعني هنا دي قاعده كده عملها الاخ مندل واسمها ايه؟ برنسبل of ايه؟ of complete dominance. وكان طبعا في عندنا غير بقى المندل فيرست لو اللي هو اللو اوف سيجريجيشن اوف فاكتور ومندل سكند لو اللي هو اللو اوف اندبندنت اسورتمنت اوف هيريديتري فاكتورز. طيب هنا بقى لما يقول لي appearance of genetic trait in individuals of first generation when two individuals المفروض copulate and one of them carry a pure trait contrasting the trait carried by other individual. هنا بقى المفروض ان هو مين؟ هيبقى يعتبر ده نفس الكلام. يعني هنا برضو ممكن يجي الشكل ده والشكل ده برضو نفس الفكره اللي هي مين؟ اللي هي البرنسبل اوف كومبليت دومينانس. طيب لو ابتدى الديفينيشن بقى بحته ايه؟ when two pure individuals are crossed one of them carries a pure trait contrasting the trait carried by another individual. فايه اللي هيحصل؟ لو حصل بقى لما يكون two individuals شايلين او different في one pair من الcontrasting trait هنلاقي ان ايه؟ الدومينانت trait appear in all individual of first generation والtwo traits appear in second generation بستريت 1. ده كده ايه؟ law of segregation of factor. يعني لما يقول لي يبتدي when two pure individuals carrying one pair of contrasting trait شايلين صفه واحده ده اول قانون. طب لو ابتدى when two pure individuals بس pairing بقى او شايلين two pairs or more of contrasting trait صفتين او اكتر يبقى ده القانون الثاني اللي هو law of independent assortment of hereditary factors. فلازم نفرق ما بين الديفينيشنز دي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي the individual who carries similar pair of genes either dominant or recessive. مين الشخص الانديفيديوال اللي شايل 2 جين زي بعض يا اما الاثنين دومينانت او 2 ريسيسيف؟ ده طبعا هيكون البيور انديفيديوال.
ولو طبعا عندنا شايلين 2 المفروض بقى شايلين a different pair of genes يعني 2 مختلفين، هيكون مين؟ هيكون الهايبريد. تعالوا بقى كده احنا خلصنا الساينتفك تيرم المهم. في عندنا كمان شويه حاجات بقى لو تفتكروا كده في الهرمونز، لما يقول لي بقى الجلاندز ذات سكريتس هرمونز ان بلاد دايركتلي ان بلاد وزاوت باسنج ثرو داكت، دول طبعا الاندوكراين جلاندز. ولما يقول لي كيميكال سبستانس او كيميكال مسج ذات ريجوليت اند اورجنايز موست اوف فيتال اكتيفيتيز، يبقى دول مين؟ الهرمونز. ولما يقول لي بقى السيلز that the hormone affect and almost located away from endocrine gland، دول مين؟ التارجت سيلز. دول اهم definitions كمان موجودين فين؟ في درس الهرمونز. تعالوا بقى نخش على شويه مسائل وشويه حركات كده، حاجات مهمه جدا. اول حاجه هنا بيقول لي in the opposite electric circuit if the key is open، لو المفتاح ده ولازم في اي مساله اجي ابص اشوف الكي هو open ولا closed. طيب بيقول لي determine the EMF of voltmeter V1 و V2. فين ال V1 ده؟ ادي ال V1. وفين ال V2؟ ده ال V2. يبقى ده كده اهو ال V1 وده مين؟ ده ال V2. عايز القرايه بتاعت الاثنين دول لما يكون الدايره دي ايه؟ مفتوحه. لما يكون الالكتريك سيركت اوبن يبقى الفولتميتر مش هيقيس بوتنشال ديفرنس، مش هيقيس البوتنشال ديفرنس في الدايره كلها، هيقيس الالكتروموتيف فورس بتاعت السيل اللي متوصل بيها فقط. يعني الفولتميتر ده يا دوبك هو هيقيس الفرق ما بين النقطتين دول اللي هم يعتبر مين؟ هنا في سيل مكتوب 3 فولت وهنا كمان في سيل مكتوب فيها 3 فولت، ودي مش مكتوب حاجه، دي سيل. طب الفولتميتر الاولاني لقينا 2 سيلز، ال2 سيلز دول فوق بعض والبوزيتيف متوصل بالبوزيتيف والنيجاتيف متوصل بالنيجاتيف، يبقى دول باراليل، فبالتالي خلاص بناخد منهم قرايه واحده بس فقط، واحده بس. ده كده مين؟ عشان السيلز ار كونكتد ان باراليل. فهنا 3 و3 خلاص هاخد قرايه واحده بس، يبقى كده الفولتميتر الاولاني هيقيس كام؟ 3 فولت. طيب الفولتميتر الثاني هيبقى بكام؟ يعني الفولتميتر الثاني ده المفروض هو الدايره مفتوحه يعني بيقيس السيل دي. طب السيل دي انا ما اعرفهاش، طيب هنقدر نعرف نجيبها؟ ازاي؟ اولا احنا عايزين نعرف ان البوتنشال ديفرنس ونركز كده، المفروض في الالكتريك سيركت كلها هي بتساوي الالكتروموتيف فورس بتاعت الباتري. وكلمه باتري قصدي بيها كل السيلز مع بعض، كل السيلز مع بعض باتري. يعني دي معلومه مهمه جدا ان الالكتريك بوتنشال ديفرنس بتساوي الاي ام اف بتاعت مين؟ الباتري كلها. طيب معنى كده انا دلوقتي لو انا جبت الالكتريك بوتنشال ديفرنس اقدر اجيب كل السيلز دي مع بعض تديني كام؟ جميل. طب ما انا عندي كده مديني هنا الامبير، الكرنت انتنسيتي 2 امبير، ودي الريزيستنس مكتوب فين؟ 4 اوم. طيب ممكن اجيب البوتنشال ديفرنس اصلا قبل ما اجيب الفي 2. يعني انا عايز اجيب البوتنشال ديفرنس، خلاص هجيبها باومز لو اللي هو ايكوال ايه؟ ايكوال المفروض الار باي الاي. طب الريزيستنس بكام؟ الريزيستنس 4. طيب الانتنسيتي بكام؟ الانتنسيتي ب 2، يبقى 4 باي 2 ايكوال كام؟ ايكوال 8. ايه؟ الميجرنج يونت فولت. يبقى ال 8 دي هي تعتبر الاي ام اف بتاعت الباتري كلها. طيب انا عندي الاثنين سيلز دول المفروض ان هم بيديني كام؟ 3. يبقى دي بكام؟ يعني مجموع دول ودي كمان مع بعض 8. دول ب 3 يبقى اكيد دي كام؟ دي 5. يعني المفروض ان الفي 2 دي هتساوي ال 8 اللي هي الالكتروموتيف فورس بتاعت الباتري كلها ماينس الفي 1 اللي هي القرايه بتاعت دول ماينس 3، يعني ايكوال كام؟ 5 فولت. يبقى دي كده الريدنج بتاعت مين؟ الفولتميتر الثاني، وجبنا الالكتروموتيف فورس بتاعت السيل دي. تمام؟ سؤال لطيف. تعالوا نخش على السؤال الثاني. بيقول in the opposite figure if the electromotive force of each cell is 2 volt. يعني عندي هنا ادي 2 cells، دي ب 2 ودي ب 2 وهنا في 2 دي 2 ودي 2. ماشي. بيقول لي اول حاجه find the EMF of the battery. الباتري كلها. يعني ايه الباتري كلها؟ يعني مجموع السيلز مع بعض. طيب جميل خلاص، انا عندي دي متوصله مع دي بسيريس ودول بارل مع بعض، ودي طبعا او يعتبر الاثنين دول هاخد منهم قوه واحده بس يعني 2، وهنا عندي كمان دول سيريس مع بعض يبقى 2
و2 و2 يبقى كده الاي ام اف بتاعت الباتري كلها هتبقى ايكوال كام؟ 6 فولت. عملنا ايه؟ 2 بلس 2 بلس 2. ادي واحده وادي الثانيه، ودول هاخد منهم واحده بس يبقى 2، يبقى ايكوال كله كام؟ 6 فولت. ماشي. بعد كده عايز الريدنج بتاعت الاميتر. ادي الاميتر. خلاص الريدنج بتاعت الاميتر بيقيس الكرنت انتنستي. الكرنت انتنستي هنجيبه ازاي؟ طبعا احنا كنا بنعمل عندنا هرم كده اهو، وبحط فوق الورك دان، وهنا بحط البوتنشال ديفرنس، وهنا الكوانتيتي. هنا هحط مين؟ هحط الريزيستنس طبعا مع البوتنشال، وهنا في النص الانتنستي، وهنا التايم. احنا عايزين دلوقتي مين؟ الكرنت انتنستي. يا اما اجيبها في اوفر الار او كيو اوفر ايه تي. طبعا خلاص هو مديني البوتنشال ديفرنس، خدوا بالكم اهو ال 6 دي اللي هي بتاعت الباتري بتساوي مين؟ بتساوي البوتنشال ديفرنس زي ما قلنا فين؟ زي ما قلنا فوق. وبالتالي كده الاي هقوم عاملها بقى، لو انا عايز اجيب الاي هعمل الفي اوفر الار. ادي البوتنشال ديفرنس وادي الريزيستنس. البوتنشال ديفرنس اللي احنا جبناها هنا ايكوال 6، الريزيستنس اللي هو مديهاني اهي ايكوال كام؟ ايكوال 2. يبقى عندي في اوفر ار 6 ديفايدد باي 2 ايكوال كام؟ ايكوال 3. واكتب الميجرنج يونت بتاعت الانتنستي اللي هي ايه؟ اللي هي امبير. تمام. يبقى احنا كده جبنا الريدنج بتاعت الايه؟ الاميتر، وجبنا الاي ام اف بتاعت مين؟ بتاعت الباتري. نخش على السؤال اللي بعده، وده سؤال مهم جدا. بيقول لي mention the physical quantity which is measured by each of the following units. احيانا بيقوم عامل لي شويه يونتس كده، ومن اليونتس دي احنا لازم اطلع هي ايكويفالنت لايه، واشوف الحاجه اللي هي بتساويها دي تعتبر ميجرنج يونت بتاعت ايه. ولما يكون عندي بقى 3 حاجات، يعني هنا كاتب لي فولت دوت سكند بير كولوم، عشان اسهل الموضوع على نفسي هعملها عادي بشكل فراكشن. يعني ايه؟ يعني هقوم عامل كده فولت دوت دي معناها باي، يعني كأن عندي فولت باي سكند، وتحت هنا بير ايه؟ كولوم. الكولوم هو اللي هيكون تحت لوحده. دول يعتبروا الميجرنج يونت بتاعت ايه؟ طبعا هنا لما يكون عندي 3 حاجات هجرب كل 2 مع بعض الاول لوحدهم. طيب هجرب يعني ايه؟ يعني هبص طبعا على الهرم بتاعي. القانون هو فولت بير كولوم، فولت اوفر كولوم الاول. دول يدوني حاجه، ادي الفولت اهو، وادي الكوانتيتي الكولوم، لا دول باي بعض، فاكيد ده ديفايد ده مش هيديني حاجه. طيب اجرب فولت باي سكند يديني حاجه، ادي الفولت اهو وادي السكند، طبعا ما فيش علاقه ما بينهم. طيب سكند اوفر كولوم يديني حاجه، ادي التايم سكند وادي الكولوم. هو احنا عندنا كولوم ديفايدد سكند، يعني دي كده الكوانتيتي اللي هي الكولوم، وده التايم اللي هو ايه؟ سكند. دول كده المفروض يدوني انتنستي، يعني ده ديفايد ده يديني انتنستي. طيب لو انا شقلبت، لو خليت في الاول سكند اوفر كولوم، يعني سكند اوفر كولوم هتبقى ايكوال ايه؟ ممكن اقول بقى 1 اوفر انتنستي. تاني، يبقى انا لو عندي اصلا كولوم بير سكند خلاص هيديني انتنستي. طب انا لو شقلبتها جبت سكند فوق وكولوم تحت، يبقى كاني 1 اوفر انتنستي. يبقى انا السكند اوفر كولوم دي كانها 1 اوفر انتنستي، هيبقى لي مين؟ الفولت ده فوق كده كنومينيتور، يبقى كان فولت باي 1 اوفر انتنستي، يعني كانها فولت اوفر انتنستي. فولت اوفر انتنستي يديني مين؟ يديني ريزيستنس. يبقى هنا اول واحده دي هتكون ايه؟ دي الميجرنج يونت بتاعه الريزيستنس. السؤال اللي بعده جول بير كولوم. خلاص ما دام عندي 2 فيزيكال كوانتس او 2 يونتس دي بتبقى سهله، بجيبها على طول من القانون. فين الجول؟ ادي الجول طبعا بتاع الورك دان، وادي الكوانتيتي اللي هي بالكولوم. خلاص ده ديفايد ده يديني ايه؟ بوتنشال ديفرنس. ماشي. فولت بير امبير، ادي عندي الفولت، وادي عندي ايه؟ المفروض بير دي معناها ديفايد. فولت بير امبير ده ديفايد ده يديني برضو مين؟ الريزيستنس. تمام. طيب اوم دوت امبير باور 2 دوت سكند، ايه ده؟ ده انا عندي كده 3 حاجات والامبير عاملها لي بباور 2. دي بقى برضو لازم تتفك. هتتفك ازاي؟ كلهم باي، يعني مفيش حاجه ديفايد، فانا هفكها. هفك الامبير اللي هي الباور 2 كانها امبير وامبير، يعني هبقى عامل اوم باي امبير، وعشان هنا في امبير باور 2 يبقى كانها باي امبير تاني
وبعدين باي عندنا مين في الاخر؟ باي سكند. يبقى بصوا بقى، انا قلنا لازم ناخد كل اتنين ايه مع بعض. يبقى قلنا بقى اهو اوم باي امبير، الاتنين دول مع بعض ادي الريزيستنس اوم وادي الامبير كارنت انتنسيتي، ده باي ده يديني مين؟ بوتنشال ديفرنس. خلاص يبقى ده باي ده هيديني الفي البوتنشال ديفرنس. طيب ابص على الاتنين التانيين، امبير باي سكند، الامبير برضو ادي كارنت انتنسيتي وادي التايم سكند، ده باي ده يديني ايه؟ كوانتيتي. يبقى دول مع بعض ادوني كوانتيتي ودول مع بعض ادوني بوتنشال ديفرنس. طيب دول بقى باي دول، يعني انا لو عملت البوتنشال ديفرنس باي الكوانتيتي ده باي ده يديني مين؟ يديني الورك دان. ايوه، يبقى خلاص، يبقى انا لما اعمل اوم دوت امبير باور 2 باي سكند كل ده يقوم يديني مين؟ يديني الورك دان. طيب جميل، خش على اللي بعده، جول بير امبير دوت سكند. برضو ما دام عندي ثلاث حاجات هحولها عادي، وفي كمان عندي ديفايد، فهحولها عادي ايه؟ بالشكل اللي احنا عارفينه اهو، الفراكشن ده عشان نقدر نحلها. يعني هنا اهو عندي هنا هقوم كاتب ادي جول، وتحت عندي امبير دوت سكند، امبير باي دوت يعني باي سكند. طيب ماشي، هجرب برضو كل اتنين مع بعض الاول. يعني هنا الاول جول بير امبير يديني حاجه، ادي عندي الجول اللي هي بتاعت الورك دان، وادي الامبير طبعا ما فيش علاقه ما بينهم، يبقى ده مع ده مش هيديني حاجه. طيب جول بير سكند برضو الجول بتاع الورك دان والتايم ما فيش علاقه ما بينهم، دول مش هيدوني حاجه. طب اجرب بقى الاثنين اللي تحت اللي هم جنب بعض، باي امبير باي سكند، امبير كارنت انتنسيتي وتايم اللي هو السكند، ده مع ده يدوني مين؟ يدوني كوانتيتي. خلاص يبقى انا كاني بشيل دول وبكتب ما بينهم ايه بدلهم؟ كوانتيتي. يبقى هنا الجول بتاع الورك اوفر الكوانتيتي ده ديفايدد ده يديني برضو مين؟ البوتنشال ديفرنس. يبقى ده كده هقوم كاتب مين؟ البوتنشال ديفرنس اللي هو في. خلاص يبقى احنا يا شباب عرفنا ازاي لما يجيب لي اي ميجرنج يونت وعايز يعرف الايكوفالنت بتاعتها او عايز يعرف الفيزيكال كوانتيتي اللي بتساويها، لازم طبعا ايه؟ نفكها ونعملها بالشكل ده. تعالوا بقى نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي which of them represents serious connection and parallel connection. مين في دول يعتبر serious connection و parallel؟ السيريز ده طبعا connection. احنا قلنا ايه؟ ان ال different poles are connected together، positive مع negative، positive مع negative، positive مع negative، وكل ما نزود عدد السيلز اللي متوصله طبعا الالكتروموتيف فورس بتاعت الباتري بتزيد. كل سيل بحطها كانها بتزود القوه، بتزود الفولتج. يعني هنا دي كانت دايركت ريليشن، كل ما ازود النمبر اوف سيلز الاي ام اف تزيد، يعني معنى كده هي هتبقى سي، ادي النمبر اوف سيميلار سيلز، وما دام طالع كده يبقى دي كل ما بتزيد الاي ام اف بتاعت الباتري برضو ايه؟ انكريز. يبقى احنا عندنا سي دي هي بتمثل السيريس كونكشن. طيب الباراليل خلاص انا وصلت واحده او اتنين مع بعض او ثلاثه او اربعه او 10 او مليون بشكل باراليل فوق بعض، البوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف، ما بيدينيش غير قرايه بتاعه سيل واحده بس. يعني كل لما بيزيد النمبر اوف باتريز الاي ام اف بتفضل كونستانت، هي خلاص بتاعه واحده فقط. يعني معنى كده هتكون مين؟ هتكون ايه؟ كل ما بيزيد النمبر اوف سيلز الاي ام اف بتاعه الباتري بتفضل كونستانت، يبقى دي بتمثل مين؟ الباراليل كونكشن. طيب which graph is not correct for determining the EMF؟ اكيد خلاص ايه؟ ده اكيد مش كل لما ازود عدد السيلز اكيد طبعا الاي ام اف مش هتقل، يبقى ده هتبقى ايه؟ بي. نخش على اللي بعده. دي تخش بقى على شويه مسائل كده في ايه؟ في الجيناتكس. واحنا عندنا طبعا المسائل بتاعت الجيناتكس كنا عملنا فيديو تاني كده فيها ايه؟ الثلاث اكزامبلز اللي عندنا او الثلاث افكار، مفيش فكره رابعه بتيجي عن الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. هنا بقى لما يجي يقول لي هايبردايزيشن يعني كانه بيقول لي كروسنج، هيحصل تزاوج ما بين دروسوفيلا بتوين، قال لك بقى in the drosophila between a male and female، ميل وفيميل، each of them كل واحد فيهم whose long wings او عنده يعني يعتبر هذه long wings and the product والناتج طلع كام؟ 27 members with long wings، وطلع 9 members بشورت وينجز.
explain by genetic method if you know that the symbol of long wing is T capital والshort wing is T small. معنى كده ان اللونج وينجز ما دام عاملها لي T capital يبقى دي كده dominant، والshort wings دي T small يبقى ده كده ايه؟ يبقى ده كده recessive. طيب هنا بقى لازم عشان اقدر اعمل explain on genetic basis لازم اعرف البيرنتس، هم دول اللي انا لو طلعتهم خلاص هقدر احل المساله والباقي بيبقى سهل جدا. طيب قال لي اصلا هو حصل هنا كروسنج ما بين ميل وفيميل، each of them لازم اركز الاثنين with long wings، الاثنين عندهم لونج، واحنا عرفنا ان اللونج ده هو مين؟ هو الدومينانت. طيب ناقص بقى خطوه ثانيه، انا مجرد لما بعرف ان الاثنين بيرنتس الاثنين يعتبروا دومينانت، مجرد لما بعرف دومينانت لازم اعرف هم بيور ولا هايبريد، هم بيور ولا هايبريد. طيب هعرف منين؟ ودي بقى حاجه مهمه، اعرف من الاوف سبرينج، اكيد هو هيديني حاجه تعرفني. هو مش قايل لي ان هم يعتبروا هايبريد ولا بيور، بس قال لي ان هم طلعوا 27 فرد with long wings و9 بشورت وينجز. ايه ده؟ يبقى الشورت ظهر. يبقى انا اكيد عندي الاثنين البيرنتس دول اكيد هم هايبريد مش بيور. ليه؟ لان على الاقل لو عندي واحد بس بيور دومينانت خلاص كل الانديفيديوالز بتاعت الجنريشن كلها هتطلع ايه؟ دومينانت. طب ظهر ريسيسيف، يبقى انا اكيد عندي الاثنين بيرنتس المفروض الاثنين ايه؟ هايبريد. هو كده كده قال الاثنين زي بعض، يبقى اكيد واحد تي كابيتال تي سمول والتاني برضو تي كابيتال تي ايه؟ سمول. خلاص مجرد ان انا قدرت اعرف الجينوتايب او الجيناتيك ستراكشر بتاع البيرنت الباقي كله سهل. ادي هجيب الجاميتس بيحصل سيجريجيشن، التي كابيتال تتفصل عن التي سمول، ونفس الكلام هنا التي كابيتال تتفصل عن التي سمول، وبعد كده يجي بقى نشوف الفيرست جنريشن بيحصل اجريجيشن، يعني التي كابيتال دي هيحصل لها اجريجيشن مع مين؟ مع التي كابيتال دي، يبقى تي كابيتال وبعدين دي تاني مره مع الثانيه يبقى تي كابيتال تي سمول، ولازم ناخد بالنا. وبعد كده اخش على تي سمول وتي كابيتال، طبعا هكتب التي كابيتال الاول وبعد كده تي سمول يبقى هكتب تي سمول. يبقى يا جماعه اول حاجه لما يجي لي اي مساله لازم اعرف الجينيتك ستراكشر بتاع البيرنت. لو قال لي المفروض ان هم واحد دومينانت والتاني مثلا ريسيسيف، لازم الدومينانت اعرف اذا كان هو بيور ولا هايبريد. اكيد هيقول لي في المساله، لو ما قالهاليش بشكل دايركت اكيد هيديني مثلا الجنريشن البرودكت اللي طلع منهم واشوف. لو انا عندي بقى على حسب الايه؟ على حسب النسب، لو عندي على الاقل 1 بيور دومينانت من البيرنت اكيد كل الانديفيديوالز هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا دومينانت زي ما حصل في مندل فيرست لو في التجربه الاولى بتاعته. طيب نخش على السؤال اللي بعديه، بيقول لي the opposite graph represents some changes بعض التغيرات in the level of glucose sugar in human body. شويه تغيرات، يعني هنا لازم في اي سؤال في رسمه لازم ابص على الرسمه واقرا الكلام المكتوب. هنا ممكن يكون مش باين عندكم بس level of glucose sugar in blood، وده هنا كده النورمال ليفل اللي هو الطبيعي اللي هو الخط المنقط، وهنا مكتوب التايب. طيب بيقول لي بقى هنا write the name of the hormone which changed the state from A to B. مين اللي هيغير هنا؟ طبعا النقطة دي A وهنا B، هنا في D وهنا في C. من الواضح كده ان A ده كده اعلى من النورمال ليفل، يعني كده الليفل بتاع الجلوكوز عالي. السكر لما يعلى في الدم يحصل ايه؟ البنكرياس بسرعه يجري يقوم منزل مين؟ الانسولين، يبعت الانسولين عشان خاطر يقلل يعمل ريديوس للليفل اوف جلوكوز شوجر، ان هو يعمل ستيميوليتنج يحفز السيلز تمتص الجلوكوز شوجر من الدم، عايز يقللها فيخلي السيلز تاخد السكر من الدم. والاكسس شوجر، طب السكر لو في زياده يقوم موديه على مين؟ على الليفر يخزنه في شكل جلايكوجين. يعني لو لقينا السكر عالي مين اللي ينزل على طول؟ الانسولين. يبقى هنا عشان ينزل من ال بي ايه اللي هتنزله؟ ايه اللي بيقلل؟ ده كده الانسولين هرمون. طيب وفروم دي تو سي هنا بقى لقينا السكر قليل اقل من النورمال، ايه اللي هيرجعه للنورمال؟ يعني اللي هيزوده ده طبعا مين؟ الجلوكاجون. عشان كده كنا بناخد ان البنكرياس هو دبل فانكشن جلاندز، بتعمل وظيفه وعكسها، بتقدر تعمل سكريت للانسولين عشان يعمل ريديوس للليفل اوف جلوكوز شوجر ان بلاد، ويقدر يعمل عكس الكلام ده ان هو ينزل جلوكاجون، والجلوكاجون بيعمل ريز بيعلي الليفل بتاع الجلوكوز شوجر ان ايه؟ ان بلاد. نخش بقى يا شباب على question 31.
بيقول لي how can you differentiate between copper sulfate solution and the magnesium sulfate solution using zinc. يعني انا عندي دلوقتي مادتين، واحده كوبر سلفيت وواحده مغنيسيوم سلفيت، وعايز افرق ما بينهم. يعني عندي اهو ادي كوبر سلفيت طبعا CuSO4 ومغنيسيوم سلفيت MgSO4، دول تو سولتس. بس انا ما اعرفش بقى، عندي طبقين كده، واحد فيه كوبر سلفيت واحد مغنيسيوم سلفيت، ما اعرفش مين فيهم كوبر سلفيت ومين فيهم مغنيسيوم سلفيت. عايز افرق او عايز اتعرف عليهم باستخدام الزنك. حلو. طبعا انا هنا لما اجي استخدم معاهم زنك، المفروض الزنك ده ميتال اليمنت ودول كومباوند، يبقى انا افكر ايه اللي هيحصل. اكيد اليمنت وكومباوند يبقى كام؟ يبقى سمبل سبستيتيوشن. كومباوند وكومباوند دبل سبستيتيوشن. طيب جميل. طيب هنا بقى اول لما اعرف ان هو سمبل سبستيتيوشن لازم افكر على طول في الكيميكال اكتيفيتي سيريز، اشوف بقى مين اللي فوق ومين اللي تحت، مين اللي يقدر يبلطج على مين ويطلعه ومين اللي ما يقدرش. طيب يعني هنا انا لما اجي احط الزنك على الاثنين، طبعا زنك مع كوبر سلفيت ايه اللي هيحصل؟ الزنك مور اكتف ذان الكوبر، يقدر يطلعه عشان هو فوقيه في الكيميكال اكتيفيتي سيريز، فيقدر ياخد منه السلفيت. يعني فعلا هيقوم مديني ZnSO4. وطبعا لما بكون اي كومباوند المفروض مش بلزق كده وخلاص، لا بعمل خطوط الفالنسي. الزنك احنا عارفين ان هو بوزيتيف 2 داي فالنت والسلفيت نيجاتيف 2، خلاص لو 2 2 هيروح مع بعض، يبقى هي هتتكتب كده، والكبر هيطلع لوحده. وطبعا عارفين الكبر ده بيبقى عباره عن ريد بي تي. جميل. يبقى الزنك قدر يتفاعل مع الكبر سلفيت، واول لما الاقي ان هو اتكون ريد بريسبتيت راسب احمر يبقى الماده دي مين؟ كبر سلفيت. طيب تعالوا نجرب. اجيب المغنيسيوم سلفيت دوت كسولت واحطه في ميه. لازم الحاجات دي طبعا اي سولت اخليه في شكل سوليوشن، شكل محلول عشان الايونز تتفكك. طيب واجيب الزنك احطه على المغنيسيوم سلفيت سوليوشن، يقدر الزنك يطلع المغنيسيوم؟ لا. ليه؟ المغنيسيوم فوق في الكيميكال اكتيفيتي سيريس والزنك ايه؟ تحتيه. فبالتالي يجي الزنك يقول للمغنيسيوم يلا يا زنك اطلع بره ناخد مكانك. المغنيسيوم يقول له ايه؟ انت بتهزر ولا ايه؟ ده انا المغنيسيوم وانت الزنك، انت تحتيه ما تقدرش. يبقى فعلا الزنك مش هيقدر يعمل سبستيتيوت للمغنيسيوم ومش هيعرف ياخد السلفيت، يعني مفيش حاجه هتحصل، يعني ده نو رياكشن. يبقى انا كده فعلا لقينا ان في فرق. ان انا هنا في اول حاجه، يعني لما يقول لي بقى ازاي هنفرق، هقول by adding piece of zinc to both of them. هقول بقى ايه اللي هيحصل؟ zinc reacts with copper sulfate forming copper precipitate، وطبعا هيطلع الزنك sulfate solution. طيب while when adding zinc to magnesium sulfate no reaction will happen because magnesium طبعا lies above zinc in chemical activity series، او ممكن اقول الزنك lies below magnesium in chemical activity series. طيب جميل. خلاص يبقى هنا هنفرق ازاي؟ هنحط ده هيتفاعل مع الكبر سلفيت يديني كبر بريسبتيت، مع المغنيسيوم مش هيتفاعل وبالتالي ايه؟ نو رياكشن. طيب نخش على السؤال اللي بعده. يقول لي how can you test the following gases؟ وده سؤال برضو ممكن احيانا ايه يجي. احنا عندنا هم 3 جازز اللي بنختبرهم: اكسجين، هيدروجين، كربون دايوكسيد. طبعا الاكسجين والهيدروجين الاثنين باي ابروشنج بيرنينج ماتش، اقرب منهم ايه؟ عود كبريت. ايه اللي بيحصل؟ عارفين من زمان ان الاكسجين ده بيعمل increase the glowing of burning match، هيزود النار. طيب الهيدروجين by approaching burning match هقول ان هيدروجين جاز is burned with pop sound. اول لما اسمع صوت pop sound، صوت تك تك تك، صوت طرقعه كده، يبقى ده مين؟ الهيدروجين جاز. طيب الكربون دايوكسيد هو بيطفي النار، بس احنا مش هنختبره كده. امال احنا هنختبره ازاي؟ المفروض by approaching كربون دايوكسيد جاز to clear lime water. للكلير لايم ووتر هقول it turns to turbid or milky. لون اللايم ووتر اللي هو بيبقى عامل زي لون الميه كده بيبقى بيور، اول لما يعدي عليه كربون دايوكسيد يتحول يبقى معقر، يبقى عامل زي لون الايه؟ اللبن، يبقى تربد او ايه؟ او ميلكي. يبقى الاكسجين increase the glowing of burning match، الهيدروجين burns with pop sound، والكربون دايوكسيد it turns the clear lime water into turbid or milky. ماشي. السؤال اللي بعده سؤال 3 from the two following chemical reactions، من التفاعلين ده وده. يقول لي بقى اول حاجه write the chemical formula of A و B. ماشي تعالوا نشوف هنا. ادي A حطيته على AgNO3 اداني بريسبتيت راسب وB. التفاعل ده بقى كان مهم جدا جدا ولازم نبقى فاكرينه.
طبعا خدنا حاجه مهمه جدا ان الرياكشن between two salt solutions are combined by formation of precipitate، لازم في راسب يطلع. يبقى انا افكر مجرد لما لقيت precipitate يبقى اكيد ده two salt solution، يبقى ده compound وكومباوند، two salt solutions. هنا ان انا هيطلع لي compound وهيطلع تاني كمان ايه حاجه. ماشي. طيب فكره بقى البريسبتيت اللي هيطلع ان انا عندي ايه؟ طبعا الاي مع الاي جي ان او 3. كان مين بقى الرياكشن اللي بيديني بريسبتيت؟ كان عندي طبعا مين؟ كنا بنحط الصوديوم كلورايد ان اي سي ال على الاي جي ان او 3 ويحصل بقى دبل سبستيتيوشن اللي هو الاي جي ياخد طبعا مين؟ ياخد السي ال والان ايه؟ الان او 3. يعني كنا بنعمل طبعا دبل اكستشينج ما بين اينز، البعيد مع البعيد والقريب مع القريب، يعني الاولاني بوزيتيف الثاني نيجاتيف، ده بوزيتيف نيجاتيف اخد الصوديوم مع النيتريت والاي جي مع السي ال، طبعا البوزيتيف الاول. فالبريسبتيت هو مين؟ الاي جي سي ال. طيب البي ده اللي هو ان اي مع ان او 3، يبقى ده صوديوم نيتريت ان اي ان او 3. خلاص يبقى الايه عندنا البريسبتيت اي جي سي ال، والنيتريت اللي هو الصوديوم نيتريت طبعا ان ايه ان او 3. ده بيبقى ايه؟ سوليوشن، لكن ده بيبقى ايه؟ بريسبتيت راسب. بيقول لي بقى وات از ذا نيم اوف جاز دي. هنا بقى احنا خدنا بي اللي طلع من هنا اللي احنا قلنا ان هو صوديوم نيتريت واستخدمناه في الرياكشن الثاني في الايكويشن الثانيه. يعني انا هنا بقى لما اجي احط قال لي 2 بي يعني احط 2 ان اي ان او 3 وهنا المفروض طبعا يبقى في تراينجل، ده معناه ان هو حصل ايه؟ ثيرمال ديكومبوزيشن. ساعتها يديني ان ايه ان او 2. معلش هنا بقى في غلطه كده نخليها ايه 2 ويطلع كمان ايه دي. طبعا هنا الصوديوم نيتريت كنا بناخد عندنا الميتال اوكسايد اتش جي او يديني ميتال واكسجين، ميتال هيدروكسايد او اتش اللي هو زي الكبر هيدروكسايد كان بيديني ميتال اوكسايد ويطلع ووتر. طيب ووتر فيبر. طب ميتال كربونيت زي الكبر كربونيت سي يو سي او 3 اللي هو الكان جرين يديني برده كبر اوكسايد ويطلع كربون دايوكسيد. طب ميتال سلفيت زي الكبر سلفيت اللي كان بلو كان بيديني ميتال اوكسايد برده سلفر تراي اوكسايد. اخر حاجه بقى الميتال نايتريت كان بيديني ميتال نايترايت ويطلع اكسجين جاز. يعني هنا مين الجاز اللي هيطلع هنا؟ اللي هو الاكسجين. وطبعا how can you او how do you detect it بنقدر ان احنا نختبره ازاي؟ by approaching a burning match. هقول ايه؟ it increases the glowing of burning match، هيزود طبعا النار. ماشي. طبعا بيقول لي write the chemical formula of precipitate and its color. خلاص البريسبتيت ده احنا عرفناه اللي هو الاي جي سي ال، وطبعا بيبقى لونه عباره عن وايت بي بي تي، لونه راسب ابيض. طيب نيجي نخش على 34. بيقول لي one of the students put an amount of sodium hydroxide solution in a test tube and added amount of hydrochloric acid to it. ايه اللي هيحصل؟ المفروض هحط صوديوم هيدروكسيد اللي هو NaOH في تيست تيوب واحط عليه شويه HCl. طيب يعني ده هحط عليه HCl. طبعا هنا ده اسيد اوله اتش، وطبعا الصوديوم هيدروكسيد ده اخره او اتش، يبقى ده بيز او الكلاي. طبعا لما اجي احط اسيد مع الكلاي عارفين ده ايه؟ نيوتراليزيشن رياكشن، يحصل دبل سبستيتيوشن. طبعا اتش بوزيتيف مع الاو اتش، البعيد مع البعيد والقريب مع القريب، يبقى هيديني طبعا ايه؟ H2O والان ايه مع السي ال، طبعا يديني صوديوم كلورايد NaCl ويطلع كمان ايه؟ ميه. تعالوا نشوف بقى هو بيقول لي ايه. write the equation of the reaction. خلاص احنا كتبناها اهو HCl بلس صوديوم هيدروكسيد هيقوم مديني NaCl صوديوم كلورايد ويطلع ووتر H2O. ماشي. يقول لي what happens when adding an amount of silver nitrate solution to the produced solution. سؤال بقى لطيف. خدوا بالكم يا جماعه هنا طبعا صوديوم كلورايد ده الملح اللي احنا بناكله مع ميه، اكيد الملح هيطلع دايب في الميه فبيطلع بشكل سوليوشن. لو انا بقى اخدت السوليوشن اللي هو صوديوم كلورايد مع الميه الاثنين مع بعض بيبقوا كانهم خلاص صوديوم كلورايد، وحطيت عليه سيلفر نيتريت، ودي بقى زي الايكويشن اللي فاتت ادي ال NaCl السوليوشن بلس هاخد بقى سيلفر نيتريت اللي قايل لي عليه AgNO3 هيقوم مديني ايه؟ برضه دبل سبستيوشن ال Na تاخد ال NO3 يطلع لي NaNO3 صوديوم نيتريت، والAg مع Cl يبقى AgCl اللي هو السيلفر كلورايد ده الوايت بي بي تي.
طيب السؤال اللي بعده وده سؤال لطيف، بيقول لي mention two ways to increase the speed of the following reaction. طريقتين عشان نسرع التفاعل. A cube of iron plus diluted hydrochloric acid يديني فيرس كلورايد وهيدروجين. التفاعل ده واضح كده ان هو بطيء، عايزين نسرعه. طبعا ايه الفاكتورز affecting speed of reaction؟ عندنا 4 فاكتورز. اول حاجه النيتشر اوف رياكتنت، طبعا دي اللي هي فيها الكايند اوف بوندنج اذا كان ايونيك او كوفيلنت، والسيرفيس اريا، وفي طبعا الكونسنتريشن اوف رياكتنت، وفي كمان التمبريتشر اوف رياكشن، وفي كمان الكاتاليست. في ناس كتيره قوي هنا اول لما تيجي تشوف احنا عايزين نسرع التفاعل يقول لك يلا حط كاتاليست وينجز، نحط كاتاليست. لا، الكاتاليست ده يا جماعه ما ينفعش نحطه في اي كيميكال رياكشن. في رياكشنز معينه هي اللي ينفع نستخدم فيها كاتاليست ويسرع، ودي قلنا بنسميها كاتاليتيك رياكشن. لكن مش اي رياكشن اقدر ان انا احط فيه كاتاليست ويسرع. طيب فاحنا حته الكاتاليست دي مش هنحطها غير لما يجي يقول لي عندي حته بتاعت الهيدروجين بيروكسيد اللي هي ميه الاكسجين، وساعتها يتفكك بقى طبعا لايه؟ لووتر واكسجين جاز لما نحط المنجنيز دايوكسيد ككاتاليست او السويت بوتيتو وتنزل الاكسيديز انزيم. طيب مجرد هنا لما يجيب لي بقى سمبل سبستيوشن، انا عندي ايرون اهو وقايل لي كيوب. طيب ما احنا هنا بقى هنفكر في ايه؟ في حته السيرفيس اريا، ان انا لو عندي كيوب وكسرته بقى فيلينجز او بقى باودر، اكيد السيرفيس اريا اكسبوست تو رياكشن انكريز، فبالتالي السبيد اوف رياكشن انكريز. يبقى فعلا هنا بدل ما نحط كيوب اوف ايرون هقول ان احنا هنعمل يوزنج ايرون فيلينجز او باودر، حاجه كده بودره. طيب وكمان بقى انا هنا مستخدم دايليوتد هيدروكلوريك اسيد. طبعا الدايليوتد مخفف يعني ايه؟ يعني انا اصلا بحط على الاسيدز والحاجات دي ميه عشان تبقى مخففاها. طيب انا لو حاطط ميه كتير فكده نسبه الاسيد اللي موجوده هتبقى قليله، فده دايليوتد. طب انا بقى لو استخدمت كونسنتريتد يبقى انا هحط موليكيولز اكتر من الهيدروكلوريك اسيد، وبالتالي الكولاجين او البروبابل كولاجين الاحتمال التصادم اللي يحصل اكيد هيزيد، لان الاتش سي ال هو اللي بيتفاعل. يبقى قلنا برضو تاني حاجه عشان نزود سرعه الرياكشن ان انا استخدم ايه؟ concentrated hydrochloric acid مش diluted. يبقى هقول ان هو using concentrated hydrochloric acid instead of ايه؟ diluted. في ناس تانية برضو ممكن تقول increasing temperature. لا، هنا الرياكشن اصلا ده simple substitution بيحصل لوحده، والمفروض ان هو بيحصل بسرعه، مش محتاج كمان ان انا ازود تمبريتشر. هنا الحاجتين اللي هنعملهم ان انا هبدل الايرون كيوب احط ايرون فيلينجز، وان انا هستخدم كونسنتريتد هيدروكلوريك اسيد بدل من الدايليوتد، واكتب له الكيميكال ايكويشن. يعني ادي الايرون مع الهيدروكلوريك اسيد HCl. طبعا المفروض ان ده element وكومباوند سمبل سبستيتيوشن. سمبل سبستيتيوشن ده يبقى فكر في الكيميكال اكتيفيتي سيريز. الايرون طبعا مور اكتف ذان الهيدروجين عشان فوقيه يقدر يعمل له سبستيتيوت، يبقى Fe والسي ال. وطبعا لما بكتب كومباوند لازم افتكر الفالنسي. هو قال لي هنا هيطلع فيرس كلورايد، الفيرس ده اللي هو الداي فالنت، يعني ده بوزيتيف 2 والكلورين عارفين ان هو نيجاتيف. ساعتها بوزيتيف 2 نيجاتيف 1 طبعا بنبدل، يبقى ال 2 دي تتكتب تحت السي ال، وطبعا هنا 1 مش هتتكتب حاجه. يبقى انا هيكون عندي ايه؟ او بالشكل ده FeCl ايه 2. ماشي. ويطلع طبعا مين؟ الهيدروجين جاز. طبعا لما كل هيدروجينيه بتطلع بتقوم ماسكه في هيدروجينيه ثانيه، لان الهيدروجين لازم داي اتوميك بيطلع وكده. يبقى احنا اكيد استخدمنا 2 موليكيولز من ال HCl لما نيجي نعمل ايه؟ بالانس. يبقى عندي 2 H خرج فعلا 2 H، عندي 2 Cl خرج فعلا 2 Cl. طيب نخش على السؤال اللي بعده، وده بقى سؤال بيبقى برضه فيه افكار في حته الريوستات والريزيستنس ولازم نركز فيه. بيقول لي in the opposite electric circuit find the reading of voltmeter V1 when the key is open. و reading of voltmeter V2 when the key is closed. فين ال V1؟ ادي ال V1 وادي ال V2. عايز بقى اولا الريدنج بتاعت ال V1 لما الكي is open. ادي المفتاح اهو يا جدعان مفتوح. يبقى معنى كده مفيش كهرباء ماشيه في الدايره دي. يبقى معنى كده ان الفولتميتر ده مش هيقيس بوتنشال ديفرنس، هيقيس ايه والدايره مفتوحه؟ الاي ام اف بتاعه السيل اللي متوصل ما بينهم، يعني كانه بيقيس قوه البطاريه. ادي هو كده متوصل الفي 1 ده ما بين البول ده وما بين البول ده، فكانه بيقيس الفولتج بتاعه السيل. طيب السيل دي هو مكتوب تحتيها هنا 6 فولت،
خلاص، يبقى لو الدايره مفتوحه ده بيقيس السيل اللي متوصل بيها فقط لا غير، يبقى كده الريدنج بتاعت الفي 1 والدايره مفتوحه هتكون ايكوال 6 فولت اللي هي بتساوي الاي ام اف بتاعت السيل طبعا which is connected to it with in a parallel connection. طيب عايز الريدنج بتاعت الفولتميتر في 2 when key is closed. طب لما نقفل بقى المفتاح عايز الفولتميتر الثاني، يبقى الفولتميتر كده والدايره مقفوله يبقى كده بيقيس بوتنشال ديفرنس. يبقى لما يكون الكي از كلوزد يبقى الفي ده هيقيس ايه؟ بوتنشال ديفرنس، هيقيس الفي. طب لو الدايره مفتوحه يبقى الفولتميتر بيقيس الاي ام اف بتاعت السيل بتاعتها. خلاص جميل، انا دلوقتي الدايره اتقفلت، عايز ده يبقى اجيب البوتنشال ديفرنس من القانون. المفروض ان الفي بتساوي ايه؟ بتساوي الريزيستنس باي الانتنستي على حسب اومز لو. الريزيستنس هو مداني مداني اهي 5. طيب الانتنستي مداني ادي مديني الامبير ب1، يبقى باي 1 هيبقى ايكوال كام؟ 5 باي 1 طبعا ايكوال 5، واكتب الميجرنج يونت فولت. يبقى انا عندي هنا يا جماعه الفولتميتر الاولاني والدايره مفتوحه هيقيس كام؟ 6. طيب الفولتميتر الثاني والدايره مقفوله المفروض ان هو بتقيس كام؟ بتقيس 5. خلاص صعب الكلام ده يا شباب؟ كلام جميل لطيف جدا. لما لازم ناخد بالنا بقى، خدوا بالكم هنا يا جدعان عشان دي طبعا الفاريبل ريزيستنس، لو السلايدر اتحرك هنا او هنا بنبقى عارفين طبعا لو جه مثلا هنا في الاول حته دي طبعا كده اللينس بتاع الريزيستنس قليل، فكده الانتنستي يبقى عالي والبوتنشال ديفرنس هيعلى. لو السلايدر جه في الاخر هنا فالكهرباء طبعا هتمشي في الريزيستنس دي كلها، فكده الريزيستنس المقاومه كبيره وبالتالي الانتنستي هتبقى ايه؟ قليله. تعالوا بقى نشوف الجهاز اللي بعديه. بيقول لي from the opposite figure what is the name of this instrument. طبعا ده واخدينه اللي هو السلايدنج ريوستات اللي هو الفاريبل ريزيستنس. طيب label the instrument، عايزين نكتب الاسامي بتاعته. يعني اول حاجه هنا عندنا طبعا نمبر 1 ده مشاور على العمود اللي هو بيبقى ثك، بيبقى تخين، ومن فوق ده اللي هو كابر بار. كابر بار ده نمبر 1 اللي هو ده. طيب 2 ده اللي بيتحرك اللي هو اسمه سلايدر. طيب نمبر 3 ده اللي هو يعتبر الميتاليك كويل او الميتاليك واير كويل، السلك اللي هو بيبقى رخم جدا وعنده ريزيستنس عاليه جدا جدا جدا، ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ميتاليك واير كويل. 4 هنا المفروض ان هو متوصل بالسلندر اللي ملفوف حواليه الميتاليك واير، ودي كانت انسيوليتنج ماتيريال معموله من ايه؟ حاجه اسمها البورسلين. يبقى البورسلين دي اللي هي الانسيوليتنج ماتيريال at which the metallic wire coil is round around it. ده طبعا بيكون ايه؟ او coiled around it، ملفوف حواليه. ماشي. طيب ده كل ده ايه؟ الليبل. What is the idea of working؟ او بيقول لي what is its working idea؟ بيشتغل ازاي؟ طبعا الفكره بتاعته ان هو by changing the value of resistance to control the current intensity and the potential difference. يعني هنا الفكره بتاعته by moving slider، لما نيجي نحرك السلايدر on the metallic wire coil the resistance changes او the length of metallic wire changes so the resistance changes and thus it adjusts or control the current intensity and the potential difference. يبقى هنا بقول الفكره بتاعته اقول by changing the length of resistance wire ايه اللي هيحصل؟ طبعا the current intensity. المفروض بقى ايه عشان نكمل بقى الكلام هنا اهو ايه اللي هيحصل بقى؟ the current intensity changes هتتغير، ممكن نقول and consequently وبالتالي كمان ايه؟ البوتنشال ديفرنس and potential difference، وطبعا في ما بينهم inverse relation. How can it be used as a fixed resistance؟ ده سؤال بقى لطيف. ازاي نستخدمه كفيكسد ريزيستنس؟ المفروض يا جماعه الريوستات ده بيكون عنده 2 انبوت وواحده اوتبوت. يعني هنا المفروض
بيكون في انبوت كده اسمها A، ومن هنا بيكون في اوتبوت ثانيه المفروض من الاخر اسمها ايه؟ اسمها B، ومن هنا في الاخر خالص بيبقى في اوتبوت اللي هي ايه؟ C. يبقى انا هنا لو انا وصلت واير ب A والواير الثاني من عند B كده انا ما اقدرش استخدم السلايدر، فبالتالي الكهرباء هتفضل تخش في الواير ده من اوله لحد اخره، وبالتالي تخرج ايه؟ ضعيفه، ما اقدرش اغير بقى ساعتها اللينس. لكن انا وصلت طرف من A ووصلت طرف ثاني من C، طبعا السي ده متوصل بالكبر بار، ولما احرك السلايدر عليه هنا اجيبه بقى يمين فيقدر ينقل الكهرباء بسرعه، وبالتالي خلاص الكهرباء هتبقى قوتها عاليه، مش هيفيش ريزيستنس. لو جبت السلايدر ده في الاخر الكهرباء هتمشي في الريزيستنس دي كلها فهتقل. يبقى احنا هنا دلوقتي ازاي نستخدمه كفيكسد ريزيستنس؟ باي، ممكن اقول بقى هنا ايه؟ باي فيكسنج، ان احنا نقدر نثبت the length of resistance wire، اللي هو يعتبر مين الريزيستنس واير ده؟ اللي هو الميتاليك واير كويل. والمفروض هو ممكن يكون جايب لي بقى رسمتين انبوت A و B، اللي هو يعتبر A و B ده لما يجيب لنا في الامتحان هيجيب لنا اكيد في انبوت هنا واوتبوت بتاع A B. طيب نخش على السؤال اللي بعده، بيقول لي compare between the reading of voltmeter connected to the resistance in each of the following electric circuit. give reason. عايز يقارن ما بين الفولتميتر الريدنج بتاعته اللي متوصل بالريزيستنس في الحالتين دول. تعالوا نبص على الحالتين دول. هنا انا عندي لازم نبص كده يا جدعان. اولا عندي هنا 3 اوم، هنا 3 اوم، هنا في بوتنشال ديفرنس ده في، وهنا برضو في، هنا في امبير الكرنت انتنسيتي، وهنا طبعا السويتش كلوزد وهنا السويتش كلوزد. هنا هيكون عندنا في ادي 1 2 3 4 ادي 4 سيلز، وهنا برضو عندي المفروض كام؟ 1 2 3 4 ادي برضو 4 سيلز. طيب المفروض بقى الفرق ما بين الاثنين في ايه؟ في السلايدر ده وده. طيب ايه الفرق؟ ان هنا جايب السلايدر في الاول هنا في الحته دي، وهنا في الاخر. طيب لما نيجي نفكر الكهرباء المفروض بتمشي او من البوزيتيف بول بتبقى خارجه كده كده كده، هتمشي كده. هنا السلايدر هينقلها بسرعه، مش هتقدر تخش في الريزيستنس وتمشي مسافه طويله، يعني يعتبر هنا الريزيستنس قليله. يعني انا عندي كده المفروض في فيجر 2 ده هقسم كده، عندي less resistance او low resistance. ليه؟ عشان السلايدر هينقل الكهرباء من الاول خالص. طب هنا لا، ده الكهرباء لما تمشي كده السلايدر جه عند الاخر، معنى كده ان الكهرباء هتمشي في السيل كده كله، يبقى هنا ده هيكون عنده هاي ريزيستنس. طيب لما الريزيستنس بقى تزيد ايه اللي هيحصل؟ طبعا احنا عارفين ان الريزيستنس بتبقى inversely proportional مع الكرنت انتنسيتي ومع البوتنشال ديفرنس، وكنا واخدين حاجه مهمه جدا ان الريزيستنس تاثر على الانتنسيتي بشكل انفرس، ما بينهم انفرس ريليشن، والانتنسيتي تقوم مأثره على البوتنشال ديفرنس، يعني برضو ما بين الاثنين دول المفروض ما بين الانتنسيتي والبوتنشال بقى في دايركت. خدوا بالكم ده لو اتغير يأثر على دول، لكن دول ما يأثروش على الريزيستنس، ما يأثروش. ليه؟ الريزيستنس دي قلنا ان هي السلك طوله، فانا بالتالي لو زودت الكهرباء او زودت الفولتج هتأثر على طوله او هتأثر على سمكه. لا، الريزيستنس تأثر على دول لكن دول ما يأثروش على الريزيستنس. وبالتالي هنا لما يكون عندي هاي ريزيستنس فاكيد الايه؟ هيبقى الانتنسيتي بالعكس، هيبقى عندي لو انتنسيتي او الانتنسيتي هتبقى اقل، وبالتالي برضه هيكون عندي لو ايه؟ بوتنشال ديفرنس. هنا العكس، لو ريزيستنس مقاومه قليله، فبالتالي هيكون عندي هاي انتنسيتي وكمان هيكون عندي هاي ايه؟ هاي بوتنشال ديفرنس. يبقى هنا لما يقول لي بقى compare between reading of voltmeter connected to the resistance in each of the following، القرايه بتاعت الفولتميتر هتبقى بتاعت مين اكتر؟ اكيد طبعا ده اللي هيكون عنده هاي ريزيستنس وده لو، فاكيد الريدنج بتاعت الشكل الثاني هتكون اكتر من الشكل الاولاني. يبقى هنا الفولتميتر اللي هو الثاني هيكون مور ذان الفولتميتر الايه؟ بتاع الشكل الاولاني. وطبعا giving reason because by increasing، هنا بقى by increasing the value of resistance ايه اللي هيحصل؟ the current intensity decreases and thus the electric potential difference ايه؟ decreases، هتقل هي كمان. طيب سؤال جميل جدا. تعالوا بقى
نخش على شويه معلومات كده ونفتكر بيها درس برضو الجيناتكس ونفتكر بيها درس الهرمونز. بيقول لي state the contribution او الافورت of the following scientist of science. مندل طبعا لازم نبقى فاكرين هو الفاوندر اوف هيريديتي، هو بس يا دوبك هنكتب ايه؟ مؤسس علم الوراثه، فاوندر اوف هيريديتي. ماشي. واتسون اند كريك دول اول الاثنين عملوا ايه؟ موديل فور دي ان اي موليكيول ستراكشر. اول الاثنين قالوا ان الدي ان اي عباره عن ايه؟ two strands coiled around each other forming double helix shape. يبقى واتسون وكريك دول هقول ان هم make a model for DNA molecule structure. ماشي. بادل وتاتم دول عملوا ايه؟ دول اول ناس قالوا ازاي كل جين موجود في الدي ان ايه بيعمل بيرفورم اتس فانكشن وبيقدر يظهر الصفه بتاعته. يعني دول المفروض ان هو mentioned how gene او how each gene perform its function in appearance of hereditary traits. تمام ماشي. بعد كده بيقول لي بقى اهو how the gene perform their function، ازاي كل جين بيعمل الوظيفه بتاعته. كنا بناخد كده بقول ايه؟ ان كل جين each جين بيقوم عامل سكريتس ايه؟ انزيم. الانزيم ده responsible for occurrence of ايه؟ يقوم عامل chemical reaction تفاعل كيميائي. من الكيميكال رياكشن ده يقوم عامل producing protein، وايتش بروتين طبعا يقوم عامل show a specific hereditary trait. ماشي جميل. طيب بعد كده نيجي بقى شويه اسئله كده نفتكر بيها درس الهرمونز. mention the disease or disorder results due to. طبعا لما بيحصل decrease في الجروث هرمون خلاص الجروث هرمون ده بيكبر اللي نازل من البيتيوتري جلاند. لو قل طبعا بيعمل ايه؟ بيعمل دوارفيزم. طيب لو زاد الجروث هرمون خلاص اكيد بيحصل continuous growth of limb spoons، العظم بيفضل يكبر 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 so the person become giant، ودي طبعا هنقول ان هي جيجانتزم او جيجانتزم، مرض العملاقه. طيب لما بيحصل decrease في الثايروكسين هرمون سكريشن، طبعا الثايروكسين اللي نازله من الثايرويد جلاند طبعا لما بتقل المفروض ايه اللي بيحصل؟ بيحصل سمبل جويتر. وطبعا عشان نفتكر الثايروكسين ده اللي هو كان مسؤول عن الفود اسيميليشن بروسس، عن حرق الايه؟ الاكل. طيب الانكريز ان ثايروكسين طب لو زاد هيحصل اكزوثالاميك جويتر. اكزوثالاميك جويتر. ماشي. انسولين هرمون ديفيشنسي نقصه بيعمل ايه؟ طبعا بيعمل دايابيتس، بيعمل مرض السكر. وطبعا لما بيحصل دايابيتس الليفل بتاع الجلوكوز شوجر انكريز in blood and its existence in the urine، وطبعا بيحصل بقى multiple urination time، وطبعا ايه؟ والفيلينج اوف فيري ثيرستي، الواحد بيحس عطشان جدا. طيب mention the name of the hormone which is responsible for each of the following. تعالوا نشوف كل وظيفه من دول مين الهرمون المسؤول عنها. مين اللي بيعمل regulating the growth of body as whole؟ طبعا ده الجروث هرمون. ماشي. هنا stimulating the thyroid gland to secrete hormones. وده سؤال بقى مهم جدا. مين اللي بيحفز الثايرويد اصلا ان هي تنزل الهرمونات بتاعتها؟ طبعا خدنا الماستر جلاند هي اللي بتحفز، يبقى مين؟ البيتيوتري جلاند، عن طريق بقى هرمون بتنزله اسمه على اسم الجلاند، يعني اسمه ثايرويد ستيميوليتنج هرمون. وكنا بنسميه كده بنختصره اللي هو ايه؟ التي اس اتش، ده الهرمون البيتيوتري بتنزله عشان يروح يعمل ستيميوليتنج، يحفز او ينشط مين؟ الثايرويد جلاند.
طيب affecting the development of sex organs prior to adulthood stage. مين برضه اللي بيعمل affecting للديفلوبمنت التطور بتاع السكس اورجانز اعضاء التكاثر؟ برضه البيتيوتري كانت بتنزل هرمون يعمل اكتيفيشن للسكشوال جلاند، فالهرمون ده اسمه سكشوال جلاند اكتيفيتنج هرمون من البيتيوتري، سكشوال جلاند اكتيفيتنج هرمون. ماشي. السؤال اللي بعده liberating the energy necessary for body from food. مين اللي بيحرر الانرجي الطاقه من الاكل اللي احنا بناكله؟ قلنا ده الثايروكسين هرمون اللي نازل من الثايرويد جلاند. يبقى اللي بيعمل او بيساعد في حرق الاكل الثايروكسين هرمون. ماشي. controlling the calcium level in blood. خلاص الكالسيوم جايه من اسمه اللي هو الكالسيتونين هرمون. كالسيتونين هرمون. stimulating body organs to respond to emergencies. مين اللي بيحفز اعضاء الجسم تستجيب للطوارئ؟ ده طبعا الادرينالين هرمون. ادرينالين هرمون. طيب stimulating storage of glucose sugar in liver. مين اللي بيحفز تخزين السكر في الكبد؟ الانسولين. الانسولين عايز يقلل نسبه السكر في الدم، ان هو يا اما بيحفز السيلز ان هي تاخد الجلوكوز شوجر، والزياده يحفز الليفر ان هو ياخدها ويخزنها في شكل جلايكوجين. يبقى اللي بيحفز تخزين السكر في الليفر هو برضو الانسولين هرمون. ماشي. stimulating the release of glucose sugar from the liver. مين اللي بيخرج بقى السكر من الكبد عشان ينزله في البلاد ويعلي نسبة السكر اللي في الدم؟ ده اللي هو الجلوكاجون. جلوكاجون. ونفتكروا يا جدعان ده اوله ايه؟ جلو، كانه زي اللزق كده اللي بينزل من البنكرياس يروح للليفر يخليه يخرج الجلايكوجين، السكر اللي متخزن جواه. يعني السكر اللي جوه الليفر اسمه جلايكوجين. طيب appearing of female secondary sex characters. مين اللي بيظهر الفيميل secondary sex characters؟ طبعا ده الاستروجين. ومين اللي بيعمل promoting the growth of endometrium اللي هو اللايننج اوف يوترس جدار الرحم؟ ده البروجستيرون. في الفيميل طبعا دول making male secondary sex characters. خلاص بتاع الميل هو مفيش غير التستوستيرون. طيب بعدين بيقول لي mention the name of hormone X. ادي الهرمون X وكمان Y. طب دول بيعملوا ايه؟ هنا X ده بياخد من الجلايكوجين اللي في الليفر اللي في الكبد ويرجعه للبلد. مين اللي بياخد السكر من الكبد ويرجعه للبلد؟ يبقى قلنا ده لسه قايلينه مين اللي هو الاكس ده هيكون الجلوكاجون. ومين بقى اللي بيعمل العكس، اللي بياخد السكر من البلد ويرجعه او يخزنه في الليفر في شكل جلايكوجين؟ طبعا واي ده هيبقى الانسولين هرمون. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي بقى when hormone Y is secreted and what is the name of gland which secrete it. امتى يقول لي هرمون واي ده اللي هو هرمون واي اللي هو الانسولين امتى بينزل؟ طبعا اقول ايه امتى؟ when the level of glucose sugar in blood increases more than its normal level. يعني لما يزيد عن الطبيعي طبعا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان البنكرياس يقوم منزل الانسولين عشان يقلله او يرجعه تاني للنورمال. امتى بينزل؟ يبقى اقول ايه؟ when level of glucose sugar increases in blood. لما يزيد فين؟ في الدم. وطبعا النيم بتاع الجلاند اللي بتنزله اكيد طبعا مين؟ البنكرياس. ماشي. وطبعا لما نيجي نفكر برضو خدنا ان البنكرياس ده غير ان هو دبل فانكشن جلاند عشان بينزل الانسولين والجلوكاجون ودول عكس بعض، كان يعتبر ميكسد جلاند. ميكسد كان ليه لقب تاني ميكسد، ان هو داكتلس وداكت. داكتلس ما عندوش داكت اما بينزل الانسولين والجلوكاجون فين؟ في البلد دايركتلي without داكت. لكن يعتبر هو داكت جلاند كان بينزل منه بعض الدايجستيف جوسز، دي شويه عصارات هاضمه كده بينزلها طبعا through pancreatic duct ودي which help in food digestion. فعشان كده قلنا هو داكتلس وداكت جلاند في نفس الوقت. طيب السؤال الرابع وده ال 34 ال 43 وده طبعا بيبقى مهم جدا وناخد بالنا يا شباب. بيقول لي according to the opposite equation
Mg magnesium plus 2HCl MgCl2 plus H2. Determine the process of oxidation reduction and also determine the reducing agent and oxidizing agent giving a reason. طيب عايز مين الاكسدايزنج ومين الريديوسنج؟ في السؤال ده احنا لازم نفكر ونعرف حاجه مهمه جدا. تعالوا بقى ايه عشان نفهم كده حاجه في الاكسديشن والريدكشن، عشان في ناس كتير قوي بتتلخبط في الموضوع ده. بص يا شباب، مجرد لما بيجيب لي بقى ايكويشن، لو انا لقيت الايكويشن العاديه اللي احنا عارفينها اللي هي بتاعه الهيدروجين جاز ويعدي على الكبر اوكسيد CO، وطبعا هنا كان الهيدروجين ريديوسنج ايجنت معهوش اكسجين، والكبر اوكسيد كان اوكسيدايزنج ايجنت كان معاه اكسجين، كان بيحصل بقى سبستيتيوشن وبيدي لنا الووتر والكبر. طيب دي كده تراديشنال، طريقه تقليديه بشوف الاكسجين لما بيزيد اوكسيديشن والاكسجين لما بيقل ريدكشن. طب هنا مفيش اكسجين خالص، يبقى دي ايه؟ الكترونيك. افكر بقى بالالكترونيك وبنعملها بطريقه كده اهو. انا بقوم حاطط ادي 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3، وهنا قبل الزيرو طبعا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. لو انا ماشي في اتجاه البوزيتيف يبقى اوكسيديشن بروسيس. ليه؟ علشان في البوزيتيف حاجه بتعمل لوز، وفعلا عمليه اللوز هي اوكسيديشن. طب لو انا ماشي في اتجاه النيجاتيف يبقى دي كده ريدكشن، عشان الريدكشن فعلا عمليه جين اوف الكترون، والجين بيتحول لنيجاتيف ايون. اجي بقى هنا اي رياكشن هو يدهوني اعمل ايه؟ اي اليمنت واقف لوحده، ادي Mg مغنيسيوم بس لوحده احطه فوقيه زيرو، لسه ما عملش لوز ولا جين. اي كومباوند الاول بوزيتيف والثاني نيجاتيف، اي كومباوند يجي لي الاول اول اتوم فيه تبقى بوزيتيف والثاني نيجاتيف، ده بوزيتيف ايون ده نيجاتيف ايون. هنا مغنيسيوم كلورايد برضو الاولاني بوزيتيف، ده طبعا البوزيتيف خدوا بالكم ده الفالنس، يعني هو بوزيتيف وده نيجاتيف، عادي لو حتى كتبت بوزيتيف بس او نيجاتيف بس مش فارقه. وده طبعا اليمنت واقف لوحده زيرو، وابتدي اشوف كل واحد حصل له ايه. يعني المغنيسيوم هنا كان زيرو وهنا المغنيسيوم بقى بوزيتيف، معنى كده ان هو مشي من الزيرو في اتجاه البوزيتيف، يبقى مشي في الاتجاه ده، يبقى كده حصل اوكسيديشن. يبقى انا لما اجي اكتب كده اهو ادي المغنيسيوم وتحول بقى Mg بوزيتيف 2، فالمفروض ان او حتى بوزيتيف، يعني هو الصح طبعا بوزيتيف 2، فدي كده عمليه اوكسيديشن. يبقى المغنيسيوم اللي بيحصل له اوكسيديشن هو مين؟ الريديوسنج ايجنت. طيب اجي ابص على الاتش بوزيتيف، هنا كانت بوزيتيف هنا بقت زيرو. ايه ده كان بوزيتيف وبقى زيرو، يعني كان بوزيتيف بقى زيرو ماشي في الاتجاه الريدكشن. يبقى فعلا انا عندي البوزيتيف الاتش البوزيتيف اخدها لوحدها وبقت اتش 2، وطبعا عندي هنا ايه 2 اتش، يعني ده كان بوزيتيف وبقى زيرو، يبقى كده ده حصل له عمليه ريدكشن. يبقى الاتش بوزيتيف ايون هو ده مين؟ هو ده الاوكسيدايزنج ايجنت. طب السي ال حصل لها حاجه نيجاتيف وبقت نيجاتيف؟ لا ما حصلهاش، يبقى كده خلاص. لازم نركز في الايكويشن يا جماعه بتاعت السمبل سبستيتيوشن دي. لما يقول لي مين هو الاوكسيدايزنج ايجنت، ما اقولش الاتش سي ال كلها، لا مش الاتش سي ال كلها، الاتش بوزيتيف ايون هي دي اللي المفروض ان هي عملت جين وبقت ايه؟ وبقت اتوم، فبالتالي دي كده هي اللي عملت جين وهي اللي حصل لها عمليه ريدكشن، فهي تعتبر الاوكسيدايزنج ايجنت فقط. يبقى الريديوسنج ايجنت هو المغنيسيوم اللي حصل له عمليه اوكسيديشن، والاوكسيدايزنج ايجنت هو البوزيتيف هيدروجين اللي حصل له عمليه ايه؟ عمليه ريدكشن. فلما يقول لي جيف ريزون، طبعا هقول المغنيسيوم reducing agent قلنا because it loses electron during chemical reaction، والهيدروجين يعتبر oxidizing agent because it gains electron during chemical reaction. طيب وبكده يا شباب يبقى احنا الحمد لله عملنا مراجعه شامله على اهم النقط اللي في الدرس، اللي في الدروس كلها. يا ريت نركز ويا ريت نتابع ويا ريت نهتم، ومش هوصيكم بقى باللايك والسبسكرايب والشير. كان معاكم مستر عمر عرابي، اشوفكم ان شاء الله في سنه جديده بقى السنه الجايه ان شاء الله مع بعضينا في الانتجريتد ساينس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.